السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن مقدمة كورس المونتاج، والنهارده بإذن الله هنبدأ نتكلم بشكل فعلي في البرنامج. أول حاجة عايزك تلاحظها معايا إن واجهة البرنامج عندك مش هتكون موجودة بالشكل ده، هتلاقي الجزء الخاص بالميديا موجود عندك تحت بالشكل ده. فأنا عامل شوية تعديلات في الواجهة اللي موجودة معايا، إن أنا شلت الجزء اللي موجود معايا هنا كده، حطيته جنب البريفيو هنا، عشان يديلي مجال أوسع في التايم لاين إن أنا أقدر أشتغل عليه بشكل أريح. طب أنا عملت تعديل في واجهة البرنامج اللي موجودة معايا، وعايز أحفظ التعديل ده بحيث إن البرنامج كل ما يفتح ألاقي نفس الواجهة اللي أنا معدلها. هتخش على ويندوز ورك سبيس، تعمل سيف از ا نيو ورك سبيس، وتسمي الورك سبيس أي اسم أنت عايزه وليكن عصام، وتضغط أوكي. ولو فتحت ورك سبيس هتلاقي الواجهة اللي موجودة معاك باسم عصام عادي. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها إن أي بانل أو أي قائمة أنا شغال عليها ومش موجودة عندك في البرنامج بتقدر تصورها من ويندوز. دي كل البانلز اللي موجودة في البرنامج اللي موجودة معايا، يعني وليكن أنا شغال مثلا على الإفكت كنترولز وهي مش موجودة عندك بالشكل ده، هتدخل على ويندوز، هشوف فين إفكت كنترولز وأبدأ أفعلها، هتظهر معايا عادي جدا. عايزين بقى دلوقتي نبدأ ندخل الميديا للبرنامج عشان أقدر أشتغل عليها. عشان أدخل الميديا في البرنامج عندي في طريقتين. أول طريقة إن أنا ممكن أشد الميديا بالشكل ده، أعمل لها تحديد وأشدها وأضيفها في الجزء اللي موجود معايا هنا بالشكل ده. تاني طريقة عشان أضيف الميديا، لو أنا دلوقتي عايز أحذفهم وأعمل لهم تحديد وأضغط ديليت. تاني طريقة أضيف بيها الميديا للبرنامج إن أنا ممكن أضغط هنا ضغطتين وأعمل سيلكشن بالشكل ده بعد ما أجيب مكان الميديا في الكمبيوتر عندي وأضغط أوبن. كده أنا ظهرت الميديا اللي موجودة معايا جوه البرنامج. الميديا اللي موجودة معايا عبارة عن ملف صوت وملفين فيديو وصورة. دلوقتي إحنا على وشك إن إحنا نبدأ في البرنامج. أول حاجة عشان أبدأ في البرنامج لازم أعمل إنشاء للتايم لاين اللي موجود معايا، تايم لاين أكون شغال بيه، وليكن فيديو 1080 وفيديو تاني 720. أنا هشوف دلوقتي الفيديوهات اللي أنا شغال عليها جودتها قد إيه وكام عدد الفريمات في الثانية، وأقدر أنشئ التايم لاين. في طريقتين عشان أنشئ التايم لاين. ممكن أضغط على نيو أيتم من هنا وأضغط سيكونس، ومن سيكونس هختار ديجيتال SLR وأبدأ أختار منها الجودة اللي أنا عايزها. في جودة 1080 وجودة 480 وجودة 720. هختار الجودة اللي أنا عايزها. خلي بالك إن الجودة اللي هنا 1080 دي 30 فريم، وهنا 25 فريم، وهنا 24 فريم. وإحنا الفريمات شرحناها في مقدمة الكورس، لو أنت ما عندكش فكرة عنها ممكن ترجع لمقدمة الكورس وترجع تكمل معانا الفيديو، ما فيش أي مشكلة خالص. دلوقتي وليكن أنا هختار الفيديو 30 فريم بجودة 1080. ولو أنا عايز أعمل تعديلات إضافية هدخل على السيتنجز هنا، وممكن أزود الفريمات معايا لحد 60 فريم، مفيش أي مشكلة خالص، بس أنا هخليها 30 فريم زي ما هي. وممكن تسمي السيكونس اللي موجود معاك، هو هنا كاتبه سيكونس رقم 1 واضغط أوكي. كده أنا عملت سيكونس عبارة عن 1080 بعدد فريمات 30 فريم في الثانية. وفي طريقة تانية أسهل عشان تقدر تنشئ بيها سيكونس أو تايم لاين. دلوقتي أنا هعمل تحديد للسيكونس اللي أنا أنشأته اللي هو السيكونس 01 واضغط ديليت. إن أنا ممكن أشد الفيديو بشكل مباشر للتايم لاين، فأنا كده أنشأت سيكونس بنفس مواصفات الفيديو اللي موجودة معانا. طب أنا إزاي أعرف نفس مواصفات الفيديو اللي موجودة معانا؟ من القائمة هنا ممكن أضغط كليك يمين، هتلاقي حاجة عندك اسمها ريفيو اريا. لو مش واضحة عندك أو مش متفعلة تقدر تفعلها. هتقدر تفعلها لما تضغط على أي فيديو موجود معاك بالشكل ده. هتلاقي أبعاد الفيديو هنا عندي 1920 في 1080 30 فريم في الثانية. طب لو ضغطت على الفيديو التاني هتلاقي 1920 في 1080 يعتبر 30 فريم في الثانية 29، يعني هي 30 فريم إلا حاجة بسيطة. لو أنا ضغطت على الصورة هيجيب لك أبعاد الصورة اللي موجودة معاك. يبقى البريفيو اريا دي بتظهر لك مواصفات وبيانات الحاجة اللي أنت حاططها، سواء الفيديو بتظهر لك أبعاد الفيديو وعدد الفريمات في الثانية. كده أنا أنشأت أول تايم لاين موجود معايا وحطيت فيه الفيديو اللي موجود معايا. والتايم لاين ده جزء التايم لاين اللي متحدد معايا بأزرق ده هو عبارة عن المطبخ اللي بنشتغل فيه المونتاج. كل حاجة بنعملها جوه المطبخ بتاع التايم لاين ده. أول حاجة عايزك تلاحظها في التايم لاين إن فيه موقع موجود معاك أزرق. الموقع ده عبارة إن هو بيمشي كده ويقرأ أي حاجة تيجي قدامه، أي حاجة تتعرض هنا بيبدأ يقرأها. عايزك تلاحظ معايا إن التايم لاين متقسم لجزئين، في V1 V2 V3 وتحته A1 A2 A3. ال V1 ده اختصار فيديو رقم 1، ال V2 فيديو 2 نفس الفكرة، V3 فيديو 3. إنما ال A أوديو 1 أوديو 2 أوديو 3.
يعني دلوقتي اللي انا افهمه ان الجزء اللي فوق ده اللي اقدر احط فيه الفيديوهات، انما الجزء اللي تحت ده بتعامل فيه بقدر احط فيه الصوت. طب هل الفيديوهات اللي موجوده معايا ما اقدرش احط زياده عن 3 تراكات؟ انا عايزين نتفق ان الفي 1 ده اسمه تراك، في 2 ده اسمه تراك. هل انا دلوقتي ما اقدرش اضيف تراكات فيديو تاني؟ لا، تقدر تضيف. تضغط هنا كليك يمين وتدوس اد تراك، كده ضاف لي تراك جديد اسمه فيديو رقم 4. لو انا عايز اضيف تاني هضغط كليك يمين اد تراك، ضاف لي تراك الفيديو رقم 5. طب لو انا دلوقتي عايز احذف التراكات دي مش محتاجها، زياده موجوده معايا، هضغط كليك يمين واضغط ديليت تراك، كليك يمين ديليت تراك، يبقى انا كده رجعت التراكات اللي موجوده معايا. ونفس الفكره اقدر اضيفها في الصوت اللي موجود معايا. تاني حاجه، ده جزء الادوات اللي موجود عندي وبقدر اشتغل بيه. اول حاجه اداه السلكشن. خلينا دلوقتي شغالين باداه السلكشن لحد ما نبدا تقطيع نبدا نتكلم على الادوات التانيه. فكره الموقع اللي موجود معايا هنا ان انا ببدا احط الفيديوهات هنا زي البلوكات، وممكن احط الصوت في جزء الصوت بالشكل ده. خلي بالك لو جيت احط الصوت في جزء الفيديو يقول لك لا ما ينفعش، لازم تضيفها في جزء الايديو. شوف بقى التراك هيعمل ايه، هيبدا يشغل الصوت مع الفيديو. وخلي بالك بقى هنا من ترتيب الليرات، ان هنا الفيديو رقم 2 او التراك رقم 2 اعلى من التراك رقم 1. فاول ما هاجي في الجزء ده خلي بالك ان في عندي معايا سهم صغير كده بقدر اكبر بيه واصغر بيه التايم لاين اللي موجود معايا. خلي بالك بقى ان اول ما الموقع يدخل على جزء الفيديو الجديد هيبدا يقلب. طب الفيديو اللي تحت راح فين؟ الفيديو اللي تحت لسه موجود بس في فيديو تاني فوقيه غطى عليه. يعني هو هنا بيتعامل بترتيب البلوكات او التريكات، اي لفظ فيهم مفيش مشكله. هنا دلوقتي اول ما خد الفيديو اللي فوق شغل الفيديو اللي فوق ولغى الفيديو اللي تحت. عايزك تلاحظها تاني كده، اول ما بدأ يدخل هنا لغى الفيديو مع ان الفيديو لسه موجود تحت عادي. طب تعالوا كده نجرب اشد الفيديو اللي في التراك رقم 1 عند التراك رقم 3 ونشوف الفكرة. شوف دلوقتي الفكرة، هيفضل مكمل في الفيديو اللي موجود في التراك رقم 3 لحد ما يخلص وبعدين يقرأ الفيديو اللي موجود في التراك رقم 2. يعني هي الفكرة ترتيب بلوكات، الحاجة اللي موجودة من فوق بيبدأ يقرأها. وعايزك تلاحظ هنا حاجة مهمة، ان انا دلوقتي ممكن اخفي الفيديو اللي موجود معايا بالعين دي. لو انا لغيت العين بالشكل ده هيبدأ يخفي الفيديو، ولما خفى الفيديو الاولاني هنا كده بالتالي مفيش حاجة يقرأها، فيبدأ يقرأ الفيديو من اللحظة دي، يبدأ يعرض الفيديو التاني. اما بالنسبة للصوت في حاجة هنا اسمها ام يعني ميوت. لو انا عايز الغي الصوت اللي موجود معايا هعمل له ميوت بالشكل ده مش هيظهر. وفي حاجة اسمها اس يعني سولو تراك. يعني انا دلوقتي لو عندي 5 تراكات صوت بس عايز التراك ده بس اللي يشتغل هضغط عليه سولو تراك، يبقى هو الوحيد اللي هيشتغل من وسط تراكات الصوت اللي موجود. تعالوا كده نرجع الفيديو في التراك رقم 1 واحط الفيديو في التراك رقم 2 بالشكل ده. ولو انا عايز اضيف صورة تالتة هضيفها في التراك رقم 3 في اي مكان انا عايزه بمجرد ان انا بضغط واسحب. فشوف بقى الموقع بيبدأ يقرأ الفيديو رقم 1، هيلاقي هنا فيديو فوقيه يبدأ يقرأ الفيديو، وهو ماشي هيبدأ يلاقي الصورة اللي موجودة معانا ظهرت بالشكل ده. أول ما يختفي جزء الصورة تلاقيه رجع للفيديو وخفى الصورة. أظن كده الفكرة بقت واضحة وسهلة في البلوكات، وإن أنت تبقى فاهم التايم لاين ماشي إزاي. تعالوا بقى نبدأ نتكلم عن شوية حاجات بسيطة. أول حاجة، لو أنا عايز أكبر تراك موجود معايا بالشكل ده ممكن أضغط ألت وأنا واقف في نص التراك بالشكل ده، وأضغط بالباقة بتاع الماوس أبدأ أكبر التراك أو أصغر. لو أنا عايز الفيديو يظهر معايا thumbnails بالشكل ده. تاني حاجة، عايزين نتعلم ازاي نبدأ نقطع في الفيديو اللي موجود معانا. انا هلغي التراكات دي بمجرد ان انا بعمل سيلكشن واضغط ديليت، فانا كده بحذف التراك. تعالوا بقى نتعلم ازاي نقطع من الفيديو. اول حاجة، ده الفيديو الاولاني اللي موجود معايا بالشكل ده. لو انا عايز اقطع الفيديو وليكن لحد هنا، اول حاجة ممكن اشد الفيديو من الاخر بالشكل ده لحد ما اقف على علامة الموقع الزرقاء، هتلاقي ظهر لك سهم صغير تحت علامة الموقع الزرقاء، يبقى انا كده قصيت الفيديو لحد هنا. لو انا دلوقتي عايز ارجع الفيديو تاني فيديو كامل هشد واسحب تاني لبره لحد ما يوصل للاخر، يبقى كده ظهرت الفيديو كله. طب لو انا عايز اقطع الفيديو من الاول ممكن اقف واشد كده بالشكل ده، كده انا قصيت الفيديو من الاول. الجزء الاول ده اسود يعني مفيش حاجه تظهر فيه، فبالتالي مفيش حاجه يعرضها في البريفيو هنا، يبدا يعرض من هنا بالظبط. طب لو انا عايز ارجع الفيديو تاني من غير ما اقص هشد واسحب بالشكل ده،
طب انا دلوقتي لو عايز اقص فيديو من قلب الفيديو نفسه، انا دلوقتي عايز اقص حته من قلب الفيديو، وليكن عايز اقص من هنا لحد هنا. اول حاجه هنجيب الريزر تول اللي هي علامه المقص اللي موجوده معايا بالشكل ده، وانا واقف بالشكل ده على الفيديو ببدا اعمل قطع. ضغطت، شوف عمل لي زي قطع في الفيديو هنا او قطع في التراك، وابدا اسحب الماركر، هشوف انا عايز اقطع لحد فين، واضغط قطعه تانية، ويبقى انا كده قطعت الجزء ده. تاني حاجه هجيب اداه السلكشن تول واعمل سلكشن على الجزء اللي انا قطعته واضغط ديليت، يبقى انا كده ضغطت ديليت من الكيبورد. ولو عايز الفيديو ده يلزق في الفيديو ده، قدامي حاجتين، ان انا ممكن اسحب واشد الفيديو بالشكل ده، او ممكن بطريقه اسهل ان انا احدد الجزء الفاضي اللي موجود معايا هنا بضغطه واحده من الماوس واضغط ديليت، هلاقي كده الفيديو اللي موجود معايا اتقص. تمام. يبقى احنا كده قدرنا نفهم اداه الريزر تول دي، بقدر اعمل منها قطعات، والقطعات دي بقدر اخدها في اي مكان. طب الجزء ده مش عايز اقطع، عايز اوديه في حته تاني، وليكن مثلا انا هجيب الجزء ده من الفيديو، الجزء التاني، وهعمل قطعه هنا، وابدا اخد الجزء ده في نص الفيديو ده مثلا، وابدا الزق الفيديو ده بالشكل ده، وهحط الفيديو هنا. يبقى انت كده خلي بالك ان انا قطعت من الفيديوهين ودخلتهم جوا بعض. تعالوا كده نشوف الفكره. الفيديو الاولاني، بعد كده الفيديو التاني اللي انا قطعته ودخلته هنا، بعد كده هرجع للفيديو تاني، ودي القطعه الاخيره اللي انا عاملها. يبقى انت كده دلوقتي قدرت تتعامل في التايم لاين اللي موجود معاك، قدرت ازاي نتعلم ان احنا نقطع الفيديوهات، وازاي نقدر نتعامل مع فكره البلوكات في التايم لاين اللي موجود معانا. تعالوا دلوقتي نتكلم على حاجه تانية تخص الصوره. انا دلوقتي لو شديت الصوره اللي موجوده معايا بالشكل ده، وعايز الصوره نفس الفكره ما تظهرش الا في اول جزء فيديو بس، ممكن اشد الصوره وابدا اقلل المده اللي بتظهر فيها لحد ما يعمل لي ماجنت مع بدايه اول فيديو. خلي بالك انت لازم تكون مفعل اداه السناب من موجوده معاك هنا. لو انت مش مفعل اداه السناب وانا عايز الصوره تبدا تظهر على حدود اول فيديو بس، هتلاقي مفيش حاجه بتشد الصوره او مفيش حاجه بتحددها. بمجرد انت بتفعل السناب بتلاقي بيبدا يشد زي المغناطيس بشكل تلقائي عند حدود اخر فيديو موجود معاك بالشكل ده. وبكده نكون اتكلمنا عن واجهه البرنامج، واتكلمنا عن التايم لاين، وازاي نضيف الميديا اللي موجوده معانا، وازاي نعمل قص ولزق للفيديوهات لو انا عايز اقطع حته من فيديو واحطها جنب فيديو تاني، او اضيف صوره، او اعمل اي حاجه على التايم لاين، وممكن اضيف تراكات فيديو وتراكات صوت. وان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا نتكلم في حاجات اعمق في البرنامج. اتمنى الشرح يكون سهل وسلس وبسيط، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.